العالمي بعد أن حظي مقترح الإثناء بموافقة نبدو في الموضوع نبدو والله عادي. إنجاز غالب. هناك وزارة وهناك وزير يهتم بالشأن. نائب ضابط من قيمة قدرها 5000 زملائنا أعضاء الشرطة المكافحين المثابرين، واللي يعتبر يوم مميز فيه. بسم الله. المتحدث لواء عمر محمد عثمان الأنصاري، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمنطقة الجنوبية، والمتمثل في المستوى الأول للإشراف على تنفيذ قرارات معالي السيد وزير الداخلية، حيث حضرنا اليوم لمتابعة بعض القرارات الصادرة من معاليه والتأكد من تنفيذها أو المباشرة في تنفيذها. وقد اخترنا اليوم قرار معالي وزير الداخلية رقم 672 لسنة 2023 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن. وطبعا تم استحداث بعض المراكز القانونية في هذه المديريات، ومن ضمنها مثلا على سبيل المثال المساعد لشؤون التفتيش والمتابعة، وقسم المراجعة المالية، وقسم الشرطة النسائية، والتأكد من أن الضباط الذين تم تكليفهم للمناصب المستحدثة من الضباط الجيدين. وفي هذا الإطار حضرنا اليوم لمناقشة هذه المسائل مع السيد مدير الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذا لقرار سيدي معالي وزير الداخلية رقم 672 لسنة 23 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمديرية الأمن، قد باشرت مديرية الأمن غات بعد الجلوس مع زميلي السيد اللواء عمر الأنصاري مدير فرع الإدارة العامة للتفتيش بالمنطقة الجنوبية، من حيث مباشرة هذا العمل واطلاعه على سير تنفيذ هذا القرار. قد باشرت مديرية الأمن غات باختيار عناصر جيدة، عدة عناصر جيدة لتقلد المناصب الواردة في هذا القرار، وكذلك لتفعيل العمل الأمني بشكل جيد. وفي الأيام القادمة خلال هذا الأسبوع الكل سيستلم مهامه ويباشرون أعمالهم بإذن الله تعالى لوصول إلى المبتغانا من أسباب وإرساء دعائم الأمن بالمنطقة. والسلام عليكم.